ما ضل صفة نجح نذكرها فيه كل صفات النجح في هذا المجرم واللي معه. أفعال نظام الأسد المجرم ذاتها: نبش القبور، إعدامات للنساء وللأطفال، انتهاك للحرمات في بيوتها ومنازلها بالشوارع وعلى الطرقات وملاحقتها. في عملية ردع العدوان بالمعارك قلنا الفار لا تدركوه. الميليشيات الهجرة ونظام ما تبقى من نظام الأسد البائد من ضباطه حتى عم يلاحقوا العوائل على الطرقات من قرية لقرية وبيقتلوها وبينكلوا فيها. النساء عم تتعرى من ثيابها يا ناس، النساء عم يعروها من ثيابها وبيذلوا الناس فيها. التتار والمغول تبع ميليشيا الهجرة، هدول الناس اللي قلنا لكم عنهم. حتى أبناء السويداء من الدروز نفسهم اللي وقفوا مع الدولة، اللي وقفوا مع الشعب السوري، واللي قالوا لا لتدخل الاحتلال الإسرائيلي، عم يتعرضوا أيضا للملاحقات وعم يتعرضوا للانتهاكات. وليث البلعوس والده تم نبش قبره، عم ينبشوا قبره، بيهينوه بيذلوه. لكل فئة وقفت مع الشعب السوري، لكل فئة ما رضيت على طاقتها انه تكون عليها العار للاحتلال الإسرائيلي. رسائلنا لأهلنا وناسنا: حاليا بعض القرى تم استرجاعها من أبناء العشائر اللي انتخوا ليصدوا ميليشيات الهجرة اللي راسها ما تحملها وصدقت حالها انه قامت بنصر، صدقت حالها انه نصر الاحتلال الإسرائيلي ونصر قاتل أطفال غزة، نصر قاتل أطفال سوريا، انه هذا نصر لهم. هؤلاء المجرمين كلياتهم حاليا أبناء العشائر عم يتصدوا لهم. رسائلنا لأهلنا وللشعب السوري ولأبناء العشائر: خلوا طريقكم واضح. المجرم فقط، المجرمين فقط، عناصر ميليشيا أسد فقط. قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرجت الدولة السورية وهددت باستهداف المراكز العسكرية وباستهداف المدنيين وباستهداف المواقع السورية كلياتها. هددت بصراحة يا جماعة، لا أحكيها بالمشرمحة، تفتح حرب مفتوحة كاملة على سوريا إذا ما تم الانسحاب بعد ما تم محاصرة عناصر ميليشيا الهجرة اللي هلا خيي ما عاد يستوعبها عقلها. ضربها جنون العظمة بانتصار عظمة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجنون اللي ضربها هلا خيي عم بتقوم بإعدامات ميدانية للنساء وللأطفال وعم يلاحقوهم. هاود هن يا ناس. وقت اللي نحن قلنا رح نسحب السلاح والدولة قالت تسحب السلاح من يد المجموعات الخارجة عن القانون، نحن بنعرف أسماء هاي الضباط، نحن بنعرف أسماء كل من كان مع مجموعات الفاطس عصام زاهر الدين، وكل مين كان عم ينكل في أهلنا في الغوطة، وكل مين كان عم ينكل في أهلنا في دير الزور. أسمائهم موجودة. هدول مجرمين اعتادوا على القتل والذبح، اعتادوا على شرب الدماء. ما حدا صدقنا. شفتوا في عينكم هلأ، شفتوا عمليات التهجير القسري نفسها، نظام الأسد البائد نفسه، الميليشيات نفسها، نفس الميليشيات الموجودة، نفس طريقة الإجرام، نبش القبور، قتل الأطفال، انتهاك الحرمات بالتحديد. لأهلنا السوريين: المجرم فقط، المجرمين فقط، حاملين السلاح فقط اللي عم يستهدفوا أهلنا. انتبهوا يا شباب، الشعب السوري وسوريا، نحن رح نقول مرة ثانية وثالثة ورابعة: سوريا لكل السوريين. خليكن داعمين لهي الدولة اللي حاول الاحتلال الإسرائيلي انه يكسر ويشتت العلاقة ما بين الدولة والشعب السوري. خليكن واضحين يا شباب. أهلنا في السويداء المدنيين ما إلهم أي ذنب، ما إلهم أي علاقة. العلاقة فقط للميليشيات، ميليشيا الخائن والعميل والمجرم. لك ما ضل صفة نجح نذكرها فيه كل صفات النجح في هذا المجرم واللي معه هذا الهدف: الخارجين عن القانون. السلام عليكم.